المانيا الاخطر وبواتينج يحط قذيفه المانيه وتمر بسلام على ايطاليا، ولان المانيا اخطر كان لازم يسجلوا هدف. وتتحدى جول، يتحدون شاهين، يتحدون شاهين بمسعود اوزيل. ومين غير عازف الليل يعملها؟ هدف اول من المانيا جاي في وقت مهم علشان يخلينا نشوف متعه اسطوريه ناريه وحاجه في قمه الجمال. جوميز محبش ينهي القصه رسميا ويضيع فرصه على المانيا. ايطاليا بتفوق وبترجع بتسديده مكانها كان في الشبكه، ولكن بتمر بجوار القائم لحد ما بنلاقي بواتينج عامل نفسه حمامه وعاوز يطير بس مش عارف، وبيجيب المغفل ضربه جزاء على المانيا. هو المفروض اللي يخش يشوط ليوناردو بونوتشي، بس طلع ليوناردو دافنشي. يمشي بونوتشي وحط جول 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 جول. ريد d'Italia، لا سكوادرا اتزورا الريد. وبيحط الرايق ضربة جزاء مثالية وبيتعادل لإيطاليا، والمباراة بقت ممتعة بشكل كبير. داشيليو بيحط تسديدة كانت هتخدع نوير وتخش،